الحمد لله الواحد الأحد، قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. الحمد لله الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو المحمود جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المعلمين، أيها المعلمات، ذكرنا في الدرس الماضي الأصل الأول من أصول دعوة كل الرسل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. وانتهينا، كانت آخر مسألة تكلمنا فيها هي كيف أتعبد بلا إله إلا الله، وأحسن التعبد بهذه الكلمة العظيمة، وأؤدي حقوق هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة والسماوات والأرض. وذكرنا أن هناك 5 أشياء تعينك على ذلك. نصيحة من أخ لإخوانه، ومن أخ لأخواته، ومن داعية، أسأل الله أن نكون دعاة إلى الخير، للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن نعلم الناس هذه المسائل ال5 كي يرتقوا ويزيد إيمانهم بهذا الأمر العظيم وتحقيق التوحيد. أن نتعلم أسماء لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله، أن نتعلم جيدا معنى لا إله إلا الله، ونكرر هذا المعنى في أذهاننا وقلوبنا يوميا عند التعبد بذكر لا إله إلا الله. 3، أن نتعلم شروط لا إله إلا الله ونسعى لزيادتها في قلوبنا واستكمالها في قلوبنا. 4، تعهد والعمل بلوازم لا إله إلا الله، وألا نترك لازما واحدا، ونستكمل هذا كما وكيفا في حياتنا. 5، معرفة مواطن التعبد بلا إله إلا الله، وإحداث الشهود لمعناها ولفضلها ولأسمائها وبالتعبد بها في اليوم والليلة. قد يسأل سائل فيقول: هل في اليوم والليلة نذكر لا إله إلا الله كثيرا؟ الجواب نعم. تدريب. قد أتيت معي بكتاب حصن المسلم، كتاب في حجم الجيب، صغير جدا، لا يخلو منه بيت. حصن المسلم جمع جملة من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. تدريب: ائتي بأذكار الصباح والمساء فقط. كم مرة في أذكار الصباح والمساء فقط أيها المسلم الموحد لربه؟ كم مرة نذكر لا إله إلا الله؟ تصور، 166 مرة ويزيد نذكر لا إله إلا الله، أو اسم من أسماء لا إله إلا الله، أو معنى لا إله إلا الله. كيف ذلك؟ معي الكتاب، هيا بنا ننظر في أذكار الصباح والمساء. يا إخواني، نصيحة: توحيد الله عز وجل ليس كلاما يقال، توحيد الله عز وجل أعمالا تفعل وتحقيقا يكون وزيادة الإيمان به. لذلك لا بد أن نسعى لتحقيق التوحيد في كل دقيقة، في كل نفس، في كل دقيقة، في كل لحظة من لحظات حياتنا. أذكر لك تدريبا فقط في أذكار الصباح والمساء، أو مثال أقصد، وأنت إيتي من أول كتاب حصن المسلم إلى آخره وافعل ما أفعله معك في أذكار الصباح والمساء. يعني عند في أذكار الصباح والمساء آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء، ماذا فيها؟ الله لا إله إلا هو. فعندما تأتي إلى هذا الموضع الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ده لا إله. آية الكرسي ممتلئة بتوحيد الألوهية، لا إله إلا الله. عندما يأتي هذا الموطن قلبك يعي معنى لا إله إلا الله، وتحدث الشهود في قلبك وذهنك بنفي كل المعبودات الباطلة، ولا تعترف بمعبود باطل، ولا تصحح عبادة معبود باطل، وتقر بالألوهية لإله واحد هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فآية الكرسي بتنفي كل المعبودات الباطل، وذكرنا في المرة السابقة جملة من المعبودات الباطل والعياذ بالله. طيب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أليست هذه سورة الإخلاص؟ أليست هذه سورة التوحيد التي توحد الله عز وجل وحده؟
وتنفي كل المعبودات الباطلة. كم مرة بنقول سورة الإخلاص؟ 3 مرات. طيب أليس من أذكار الصباح والمساء نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله؟ أيعقل هذا؟ أكن كما يقول التعبير المصري في تعبيرنا العامي، أكن في الصباح والمساء بقول لا إله إلا الله وأنا مش واخد بالي أكثر من 166 مرة. نعم أهو أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله. عندما تأتي إلى هذا الموطن تذكر معنى لا إله إلا الله، وتذكر تحقيق لا إله إلا الله، أسماء لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، عظمة لا إله إلا الله، التعبد بلا إله إلا الله. وانظر معي أيضا سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس بنقول اللهم أنت ربي أكمل لا إله إلا أنت. أكن هل يوجد في سيد الاستغفار توحيد الألوهية لا إله إلا أنت؟ نطقت أنا وأنت نطقنا ذلك بألسنتنا. طيب عندما يأتي مثلا في دعاء آخر اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. انظر أيضا في آخر الحديث وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. انظر أيضا حديث ذكر حسبي الله لا إله إلا هو، كم مرة؟ 7 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو، سبحان الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وغير ذلك كثير في أذكار الصباح والمساء. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت. انتبه أيها المسلم، لا تقل أذكار الصباح والمساء بلسانك فقط، قلها بلسانك هذا ممتاز، ولكن لابد أن يمتلئ قلبك بمعنى لا إله إلا الله، بحقيقة لا إله إلا الله، بتعظيم لا إله إلا الله، بشهود عظمة هذه الكلمة وأسماء هذه الكلمة وفضل هذه الكلمة وإبطال كل المعبودات الباطلة وإثبات الألوهية لله وحده. فأنت في أذكار الصباح والمساء 166 مرة بتبطل كل الثقافات الفاسدة التي اخترعوها في زماننا من ثقافة الدين العالمي الجديد وزمالة الأديان وكذلك ومن ثقافة الدين الإبراهيمي الجديد الذي يدعو إلى تصحيح الملل الباطلة التي تحطمها أو تنفيها لا إله إلا الله. انتبه لأذكار الصباح والمساء، تقول أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. ألا تقول في أذكار الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص؟ ما كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله. أما نقول في أذكار الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، 100 مرة بتقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، تحقيق التوحيد الذي دعا إليه كل الأنبياء وجاء بهذا الأصل كل الأنبياء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ما فضل من قال هذا الدعاء العظيم؟ من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 من العبيد. العبد يساوي كام يعني في زماننا؟ 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، ده لو في زماننا 500,000 جنيه. الواحد لو إذا قال هذا الذكر كأنه أعتق 10 أعبد، يعني لو واحد ب500,000 انظر كم مليون. ماشي الحال في توحيد الله، أن تعترف بلسانك بتوحيد الله، وأن تقر بقلبك وتصدق وتخلص بقلبك للا إله إلا الله. لا، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان في يومه هذا حتى يمسي. ما شاء الله، توحيد فضله عظيم، تحقيق التوحيد أمره عظيم. أنا ضربت لكم مثلا فقط من كتاب حصن المسلم، وهذا كتاب كما ذكرت لكم في أيدينا جميعا. ففي أذكار الصباح والمساء فقط أكثر من 166 مرة نذكر لا إله إلا الله بألسنتنا، وينبغي أن نحقق ذلك في قلوبنا. نصيحة، وإن كان هذا المثل الذي أضربه
مثل عامي أو بسيط ولكن لتقرير هذا المعنى المهم. لو إن عندك بيت، عندك عمارة 5 أدوار، والعمارة لها موتور ماء، وهناك خزان فوق سطح العمارة. الموتور يشتغل يعني ويرفع الماء للخزان. لماذا؟ الذين في الدور الأول عايزين يتوضوا، تنزل الماء في الصنابير يتوضوا. في الدور الثاني يغسلوا الملابس، يبقى في ماء. الدور الثالث حاجتهم للماء، الدور الرابع الخامس الآخر. طيب ده الطبيعي وده المهم. طيب لو أن الموتور اشتغل، عمل الموتور ولم يرفع ماء فصار الخزان فارغا، هل هذا جيد؟ الجواب لا، لأن الموتور شغال ولم يحقق المقصود وهو وجود الماء. هذا شيء ناقص، هذا شيء ضعيف، صح؟ وكون الموتور شغال هذا جيد في حد ذاته، لأن الموتور لو عطلان وقعنا في السالب، وقعنا في مصيبة أكبر تحتاج إلى أن تأخذ الموتور وتصلح الموتور ونحو ذلك. فكون الموتور يشتغل ده كويس، 30%، 20%، 40% جيد، يعني كويس، يعني مش جيد لدرجة الجيد، هذا حسن يعني. طيب بس لا فائدة من شغل الموتور، الفائدة تكمل بوجود الماء. المثل بقى ده مثل حسي، كما قال النبي: جد أسك ميت. الأمر المعنوي، لسانك هو الموتور، لسانك هو الموتور الذي يعمل، والماء ومعنى لا إله إلا الله، ومشاهدة وشهود عظمة لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله، وشهود أسماء ومعاني أسماء لا إله إلا الله. فأنت لسانك يقول أذكار الصباح، يذكر الله في أذكار المساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فتقول لا إله إلا أنت. الموتور شغال، اللسان يعمل، ثم تأتي بعد ذلك تملأ قلبك بشهود معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة وإبطال المعبودات الباطلة. قلبك وذهنك وكيانك، قلبك وذهنك يشهد ويحدث له شهود لعظمة لا إله إلا الله، قلبك يحدث له شهود وتحقيق وتحصيل لزيادة شروط لا إله إلا الله. يزيد الإخلاص للا إله إلا الله في قلبك، يزيد الصدق في لا إله إلا الله في قلبك، تزيد المحبة للا إله إلا الله في قلبك، يزيد الرجاء، يزيد القبول للا إله إلا الله في قلبك، شروط لا إله إلا الله تزيد في قلبك. يا إخواني، هذا مهم جدا في حياتنا. لا نقول الأذكار وفقط، لا بد من شهود هذه الأمور، حصول المذكور في قلب الذاكر، هذا حقيقة الذكر. بذلك أختم. انظر يا أخي الكريم، إذا ما أصاب الإنسان كرب أو هم أو غم، بما يدفع الكرب والهم والغم؟ بلا إله إلا الله. أليس من دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم؟ لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فلا إله إلا الله تفرج الكربات، لا إله إلا الله تدفع البلايا، أمرها عظيم. لا إله إلا الله فقط تحتاج إلى دورة كاملة لبيانها وشرحها، ولكن حسبنا أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بين هذا في صفحتين فقط من كتابه الرسالة التبوكية. كلنا يحتاج إلى هذا في اليوم والليلة، تعميق لا إله إلا الله، شهود معاني وأسماء لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني، تحقيق التوحيد يكون بتحقيق لا إله إلا الله. أخيرا وبذلك أختم، سامحوني، ارسم المثلث ده كي نعلم أطفالنا تحقيق التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله. ارسم مثلث، اكتب الضلع الأول الحاجة، والضلع الثاني التعلق، والضلع الثالث العبادة والوسيلة. كيف نعلم أولادنا لا إله إلا الله؟ من خلال هذا المثلث الذي سنشرحه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا والحمد لله رب العالمين.